والله يا أختي، احنا جيناك من هناك المشاكل طالتنا. لو شفت الوضع في السودان، العالم دي عالم جارية وعالم ماشية. الشارع، الناس، الدعم السريع هنا والأساكر بهنا، ولا بتقدر تطلعي ولا بتقدر تنزلي. وضعنا بقى زي الزفت. الحمد لله. البركة جيتوا سالمين. لو شفتي، فضلت أنا ويالي، انتي عارفة ولا عندي راجل. نعمل شنو؟ لا عندنا قروش ناكل ولا نشرب، ودك محلات مقفلة. أحسن زمان نمشي نلقط من الشارع. هسي الشارع ولا بتقدر تنزل، ده قتلوا هنا وده قتلوا هنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. نزلنا عشان نسافر، لو شفت الشوارع الناس ميتة ميتة موتة. الله. كيف نجيناكي؟ الحمد لله البركة جيتوا سالمين يا ما عندنا ماما. محل نمشي جيناكي. والله البركة جيتوا سالمين الحمد لله. الحمد لله. قلت لي الحمد لله البركة جيتوا بالسلامة يا أختي، والبيت كبير بشيلنا كلنا. الحمد لله انتوا ذاتكم ما قصرتوا معانا في السودان، عشرة حلوة يا زول. البيناتنا ما حاجة سهلة، ما بتتهي. نعيش إن شاء الله. شوف نفة. اتفضلي اتفضلي خشي. تسلمي عليك الله. كيف عم بيت؟ هنزلكم. عليك يا سهيلة. ماشي، اعمل حاجة ويايا. يا هذه بجيرانكم اللي قلت لي عليها جات من السودان، ياها واليوم الليلة قاعدة. قاعدة. ما خلاص استضفتيها الأيامات الأولى، خلاص كفاية لسه والله. كفاية يا أختي. هذه لسه قاعدة، الحكاية شنو؟ ما جاية وينو تعبانة. راجلة يا أختي؟ إن شاء الله ما شايفة لها راجل. وينو راجلة مختلفة مع راجلها هي. كمان؟ يا أختي طيب من يومك طيبة ومسكينة يا توسل. اسمعي يا حبيبتي، البلد دي أول شي صعبة وما بتقدري عليها، ما بتقدري عليها. انت حمل تمسكي مسؤولية واحدة بيها أولادها، واللي هسي قاعدة برا شغلها. بنقعد يا انت حمل هيفاء. كده، وكمان ما عندها راجل. بنقعد يا هيفاء، البلد دي ما لا بنعيش والله يا هيفاء، بنعيش والله. الفي بنتقاسمها يا اختي، هي جارتنا وعزيزتنا. عشرة ما هي حبيبتي انا. حبيبتي أبقي على راجلك 10 غايته مخيرة. أنا وريت على راجلك 10، بكرة ما تجي تبكي ليا. أصبري يوم من الأيام حتقولي هيفا قالت هو يا زولا. بقول لك دي مطلقة وجاي من حرب وما عندها سند، وهنا دي غربة. دي فرصتها يا حبيبتي. راجلك خيرة، انت اقعدي لي كده لما الراجل يشلب منك، وبعدين تعالى ابكي والطمي. مخيرة. قصدك شنو يعني؟ قصدي شنو يعني؟ قصدي واحدة مطلقة وقاعدة في بيتك. أفهمية؟ والله انت ذاتك كلامك يا هيفاء في محله. صحيح تمشي تشوف لها شغل، تشوف لها بيت ترحل فيه، وبعد ده خلاص ذاتي البلد دي ذاتها بتقبل لها زول. الحمد لله يا هيفاء. خلاص يا اختي خلاص، هتكلم كده اشوف اللي بيحصل شنو. نسيتي حنين؟ دايرة تبقي زي حنين؟ دايرة تكرر قصة حنين؟ ما هي ذاتها. أبقي على راجلك 10 من يومك مسكينة. يلا خليكي في طيب تقضي. هي بري يا اختي، كمان جابت لها دور شرب. لا الكلام ده ما ينفع معي. يا اختي تمشي شوف لها حته سايبري هي. نحن تعبنا لما عرسنا تاني تيجي تقول لي شرب. كر علي ما بقدر. لا كده. هاي والله عندك حق. البيت ده ذاته بقى ضيق كده، اولادها جواطين. إلا نقول لها تمشي تشوف لها حتة تقعد فيها، تشوف لها شقة ولا هي محل تمشي تقعد فيه. التختانة شوية. البيت ده سبحان الله ما عارفة ذاته أنا أعمل لها شنو، لكن نتكلم معاها خليها تمشي. البيت بقى ضيق.